اهي دي بقى اكتر وصفة سهلة وفي نفس الوقت بتفشل من ناس كتير. البسبوسة بجد هديكي طريقة ليها ان شاء الله النهاردة، مش هتفشل معاكي خالص، سهلة وبسيطة وبتديكي نتيجة حلوة جدا. بسبوسة مرملة زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. تعالوا نشوف عملناها ازاي مع بعض. معايا 3 كوبايات من السميد، هضيف عليهم معلقتين من جوز الهند الناعم، وهضيف عليهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وفي حله تانية كده هضيف كوبايه من السكر، نص كوبايه من السمنه البلدي، كوبايه من اللبن الحليب، ومعلقتين كبار من العسل الجلوكوز. اسخنهم على النار كده بس يبقوا دافيين، انزل بيهم على الخليط بالشكل ده. اقلب البسبوسه ما اعجنهاش كتير خالص. وفي صينيه مقاس 30 هبدا انزل بالخليط اللي انت شايفاه ده. هنا الاول معلقتين من السمنه البلدي كده. هكون في الوقت ده مشغله الفرن على درجه حراره 180، الشبكه في الرف الوسطاني. بتاخد معايا حوالي 35 دقيقه، بتاخد لون من فوق ومن تحت من غير ما اشغل عليها الشوايه خالص. لو عندك بقى اي مكسرات ممكن تزينيها بقى. انا زينتها بسوداني كده مجروش. هنعمل بقى الشربات. كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من الميه، وعصير نص ليمونه، ورشه فانيليا. البسبوسه بتطلع سخنه والشربات يغلي معايا 5 دقايق ويبقى بيغلي برضو. اسقبيه البسبوسه واغطيها اهم حاجه، وابدا اقطعها بالشكل ده بعد ما تبرد تماما. بجد جربوها بالطريقه ديت، هتاكلي احلى بسبوسه، هتشرفك في اي حاجه، وبجد هتعجبك ان شاء الله.